احنا كلنا حبيناك وطلعنا بيك السما لما قدمت موسم خرافي مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت. لكن تفكر ان انت تضغط على النادي الاهلي وتلعب لعبه قذره عن طريق وكيلك اللي كل شويه يطلع عمال يقول تصريحات ضد النادي الاهلي وبيقلل فيها من النادي الاهلي علشان يضغط على النادي الاهلي ان انت ترفع عقدك وتزود مرتبك. انسى يا برنس. يطلع يقول لك انا جايب لك عروض من الخليج وجايب لك عروض من الدوريات الخمسه الكبرى، غور في 60 داهيه يا معلم، وهنكسر وراك مش قله، هنكسر وراك زير. يطلع يقلل من النادي الاهلي ويقول ان النادي الاهلي غير احترافي، ده غير مقبول تماما. يطلع يقلل من النادي الاهلي ويقول ان لو النادي الاهلي عايز يمدد امام عاشور يكلمني انا، ومش هيعرف يتفاوض مع امام عاشور غير عن طريقي، برضه ده مش هيحصل ابدا. واعلى ما في خيلك اركبه. النادي الاهلي مش هيتفاوض مع ادم وطني. النادي الاهلي قاطع التعامل مع ادم وطني. حضرتك عايز تقعد تكمل عقدك بما يرضي الله كان بها، مش عايز تقعد غور في 60 داهية. غار من النادي الأهلي اللي أجعص منك واللي عمل تاريخ أكتر منك. أنت مش هتيجي أحسن من حسام حسن وإبراهيم حسن اللي عملوا تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي، ولا هتيجي أحسن من عصام الحضري اللي كان بيبوس الأيادي علشان يرجع النادي الأهلي وما رجعش، ولا هتيجي أحسن من رمضان صبحي اللي مشي وغير مأسوف عليه وكان بيتمنى يرجع ومش هيرجع. مش هتيجي احسن من عبد الله السعيد وغيره 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 كتير مشي وسابوا النادي الاهلي والنادي الاهلي كمل. فانت يا برنس هتركب العقل كده وهتهدى كان بها. هتقعد بقى تتمرد علشان ازود عقدي واتسوى معرفش بفلان واتسوى بعلان. اتكل على الله من دلوقتي وغور في خرارة، مش عايزينك. سلام.